تم تصنيف الطفل يوسف اللي قتل صديقه من خلال هيئة الطب النفسي اللي كشفت عليه على إنه قاتل هادئ. بس هو يعني إيه قاتل هادئ؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. جريمة صعبة جدا، مش عايز اخوض في تفاصيلها الحقيقة، ولكن المفروض ان احنا نلقي نظرة عامة على الموضوع ككل قبل ما نتكلم في موضوعنا الاساسي، بالاضافة لان انا برضو عايز اطلعكم على المستجدات لان في حاجات جديدة ومفاجأة في القضية دي. فسريعا نسرد الاحداث اذ ربما يكون البعض ما بلغوش ايه اللي حصل بالظبط في القضية دي. يوسف 13 سنة، والصورة دي هي صورة يوسف الحقيقية، لأن بعض الصور المتداولة لشخصين يقال إن هما للجاني والمجني عليه، ده مش حقيقة. الصورتين المتداولين بكثرة دول هما للمجني عليه وهو صغير وهو كبير، شاب طيب جدا اسمه أحمد مصطفى 13 سنة برضو. يوسف قال لأحمد تعال معايا على البيت علشان أجيب لك الموبايل اللي أنا سرقته منك. يوسف كان سارق موبايل من أحمد من شهرين تقريبا، ولكن الموضوع اتنسى إلى حد ما، واللي فتحه إن أحمد قال له أنا عايز الموبايل بتاعي، فيوسف قال له تعالى معايا وأنا أجيبه لك. خده على البيت وهناك تمت الجريمة، ضربه بالشاكوش على راسه وقطعه 6 حتت، وما اكتفاش بكده أخد حتة من سمانة رجله وقلاها بالسمن وظبطها وأكلها، ولما عجبته أخد حتة تانية حوالي 2 كيلو ولفهم وحطهم في فريزر التلاجة علشان لما يبقى قاعد مع نفسه كده قاعدة سلطنة قاعدة حلوة كده يطلع حتة ويمزمز فيها. منتهى الوحشية ومنتهى الإجرام من شاب أو من إنسان المفروض إنه طفل. وبصراحة إحنا زهقنا، يعني المفروض المناشدات اللي بتطالب القائمين على القوانين إنهم يغيروا سن الطفل ده من 18 سنة لما هو أقل، المفروض المطالبات دي تلاقي صدى، لأن يا جماعة مش معقول أبدا أعامل واحد يعمل كل الجرائم دي على إنه طفل. فلو ما عملناش قانون بيحد من سن الطفل أو بينزله لسن 12 أو 11 سنة، على الأقل ندي للقاضي سلطة إنه يستثني بعض الجرائم طبقا لظروفها وأحوالها من إنها تكون جريمة طفل ويعامل الجاني على إنه شخص بالغ. المهم إن الجديد في القضية ديت ما قيل إن الولد اتصل على والده وقال له يا بابا أنا عملت كذا وكذا في صاحبي فلان، وهنا كان رد الأب الصادم عليه قال له أنا ماليش دعوة، اتصرف اتخلص من الجثة دي، أجي البيت ملاقيش أثر لأي حاجة. ده اللي قيل آخر ساعات في التحقيقات، وبناء عليه الولد عبى صاحبه ده في أكياس بعد ما قطعه وبدأ ياخده، وقيل إن كان فيه عربية مستنياه تحت في بعض المرات، الله أعلم من مدى مصداقية حاجة زي كده، ولكنه أخذ الولد على العموم ووزعه على عدة مناطق حوالين كارفور ومناطق تانية بعيدة 6 حتت. بعد كده الناس بدأت تشوف الأكياس اللي مرمية ديت، بلغوا الشرطة، بدأت الشرطة تدور على مين الشخص ده وعرفوا إن هو أحمد رحمة الله عليه. السؤال المنطقي هنا مين كان آخر شخص شافه؟ قالوا إن هو يوسف صديقه، ولما الشرطة كلمت يوسف قال أنا معرفش حاجة. المهم خدوه وطلعوا على البيت وبالفعل وجدوا مسرح الجريمة. الجريمة كانت واضحة على الجدران وعلى الأرض، الدماء في كل مكان، وجدوا الطاقية بتاعة الولد رحمة الله عليه، ومن هنا بدأ اعتراف يوسف بأنه عمل كده في صديقه، والاعتراف كان بمنتهى الهدوء. ومن هنا يبدأ كلامنا عن معنى القاتل الهادئ. وقبل ما نتكلم في حاجة خلونا نسمع الراجل ده قال ايه عن يوسف، لأن الكلام ده مهم جدا وهو ده اللي بيتبنى عليه كل شيء. تعرف عنه ايه؟ قلت له اعرف ان عيل منطوي وملوش علاقه باي حد، من البيت للمدرسه ومن المدرسه للبيت. والدته انفصلت عن والده من 4 سنين، سابتهم ومشيت، ووالده اللي قاعد هو بيوسف دوت، هم اللي قاعدين لوحديهم. ساعات بنسمع ابوه بيضربه، إيه بيزعق له، لكن احنا ما تخيلناش ان مثلا ان في جريمه قتل، بيقول لك قطعوا بالصاروخ وقطعوا اشلاء. احنا فوجئنا بالكلام ده كله ان يوسف دوت تقدري تقولي مثلا بنت بنوت في طلوعه ونزوله بيكتشف مشكله الولد دوت مع البيت، في بيتهم مع ابوه، وفي الشارع هو التليفون ما بيقدرش يسيبه من ايديه. ده بيتفرج على الافلام اللي هي البابجي، حتى لما بطلع انا من البلكونه وهو يكون قاعد مثلا بيتفرج على التليفون، اول ما بيشوفني يروح موطي وداخل شقتهم. اتفاجئنا بالواقعه، وبقول لك قطعوا اشلاء، حطوا في اكياس وجوانتات. ده يطلع من يوسف احنا مش متخيلين، بس اللي عمله بيفوق الخيال. يعني ايه تجيب صاحبك وتجيبه وتدخله وتطلعه وتضربه على دماغه وتقطعه اشلاء؟ احنا مش متخيلين حاجه.
طبعا زي ما سمعنا كده الولد كان عامل زي بنت البنوت، ووالدته انفصلت عن والده واتجوزت عمه. وطبعا النقلة دي محتاجة وقفة. كتير من الناس بتنفصل عن بعضها، وعادي جدا ان في بعض الامهات حاليا قلبها بيقسى وبتسيب اولادها وبتروح تتجوز، او الظروف بتضطرها لحاجة زي كده، مش قضيتنا. ولكن فكرة انها تسيب زوجها وتتجوز اخوه، ده الموضوع اللي عايز وقفة وتساؤلات كتير. ليه وازاي؟ وهي يعني الدنيا ضاقت من الرجاله خلاص مفيش الا اخو جوزك؟ فطبعا الموضوع عليه علامه استفهام كبيره. وطبعا علامه الاستفهام الكبيره دي بالتاكيد اثرها بيعود على الولد وبيعود على اخواته نفسيا. وانا كده هسيب لحضراتكم استنتاج ما بين السطور، الله اعلم بالوضع كان ايه بالظبط. الراجل ده قال كمان ان الولد ما كانش ليه اختلاط بحد، وما كانش بيسيب الموبايل من ايده، ودول نقطتين مهمين جدا في تحديد شخصية الولد ده. كذلك محامي الضحية اثار نقطة غريبة جدا، خلينا نسمع هو قال ايه. والله اللي وصل لي من اقوال المتهم في تحقيقات النيابة ان ده شاب يعني اكبر مني سنا، وده شاب عقله يفوق عقول الطفل بالكامل، لان الشاب بيتكلم بثبات انفعالي كبير جدا. الشاب بيتكلم او الطفل بيتكلم المتهم بان هو دي واقعة عادية جدا، وكان متشوق ان هو يعملها. يعني هو النهارده متشوق انه يعمل الفعل ده. استدرك زميله ثم قام بخنقه. متشوق لانه يعمل حاجة زي كده، يعني الولد مستمتع باللي كان بيعمله، والهدوء والاتزان اللي كان فيه وهو بيروي اللي حصل برضه غريب. دكتور وليد مندي استاذ الصحة النفسية بيقول لما الولد بيتعرض لضرب وعنف وتهميش وإهمال عاطفي، بتكون هي دي النتيجة، بلادة وعدوانية وعنف. ده بالإضافة لأنه أثار نقطة مهمة جدا حابين نعرفها، وهي إن بعض الدراسات الأخيرة أثبتت إن نقص التغذية أو نقص عناصر معينة من الغذاء زي فيتامين د مثلا أو الزنك، ده برضو بيسبب عدوانية لدى الأطفال. كمان الدكتور وليد مندي قال إنك لما تسيب ابنك للنت وللسوشيال ميديا وللتلفزيون مع النفسية الخربانة دي ومع هذه التكوينة أو التوليفة من الظروف الاجتماعية والنفسية الولد زي ده، ويتابع حاجة زي اللي الولد ده كان بيتابعها زي مسلسل ديكستر اللي قالوا عليه أو فيلم ديكستر، واللي بيحكي عن قاتل هادي بيتعامل بمنتهى اللطف مع الناس ولكن خلفيته جرائم بشعة، فأنت بتخلي الطفل ده يتوحد مع بطل الفيلم أو النجم المحبب لديه، وبيصبح في حالة غيبوبة حسية منعزل عن الواقع. وبالتالي بيبتدي يحاكي بطل الفيلم ده ويبتدي يقلده ويتقمص شخصيته، فبيتولد عندنا الشخصية المنعزلة عن العالم دي اللي ملهاش أي عاطفة ناحية أي شخص. ده بالإضافة لألعاب الفيديو جيم والألعاب اللي موجودة على السوشيال ميديا، واللي طبعا لا تخفى على حضراتكم طبيعتها اليومين دول من عنف وقتل ودمار، وإن التارجت بتاعك يكون أنت هتقطع كام راس وهتقتل كام واحد في اللعبة. كل الحاجات دي بتنمي السلوك الوحشي والعدواني لدى الطفل، وبتخلي عنده نوع من تبلد المشاعر والإحساس. الكلام ده مهم جدا يا جماعة، ولازم كلنا ناخد بالنا منه علشان نقدر نحافظ على أطفالنا ونبعدهم عن أي شيء ممكن يأثر عليهم بالسلب. الألعاب دي بتخلي الطفل يستغرق في مشاهدة الدم ويألف الوضع ويتعامل معاه على إنه شيء عادي. الأطباء النفسيين صنفوا الولد ده بإنه قاتل هادي بيتصرف بدون انفعال بهدوء واتزان غير طبيعي بالنسبة لفحش وهول ما يفعله، بتصرف عادي جدا وكأن اللي بيعمله ده عمل عادي أو شيء طبيعي في مخطط أي حد اليومي. النوعية دي من القتلة ما بيظهرش عليهم الخوف أو الغضب أو الندم، زي ما قلنا بيتصرفوا كأن اللي بيعمله ده شيء عادي جدا. غالبا ما بينفذ الجريمة بتاعته بدقة وبيتصرف بدون تسرع. الشاهد من كده ان الولد فعلا قالوا ان جاب فيديوهات من على النت وقعد بمنتهى الهدوء يدرس ويخطط ازاي هيقطع وازاي هيكيس وازاي هيعمل كل الحاجات دي. والمشكلة الكبيرة في النوع ده من القتلة انه غالبا بيكون دوافعه فضولية او دوافع عقلانية باردة، يعني حب استطلاع او حب دراسة، عايز يجرب، عايز يشوف الوضع ده بيبقى ازاي، ايه المتعة في حاجة زي كده. يعني في الأساس الدوافع ما بتكونش انتقامية، ودي مصيبة سودة، لأن الولد لو عمل كده واستمتع بحاجة زي كده فطبعا في ظل الوضع الحالي هيخرج لنا بعد بالكتير 15 سنة يبقى خارج بنفس المتعة ونفس اللذة ومتشوق إنه يعمل حاجة زي كده مرة تانية. الولد استطعم لحم البني آدمين يا جماعة،
احنا هنروح لفين بعد كده؟ ازاي واحد اكل للحوم البشر وفي شواهد بتقول انه استلذ بحاجة زي كده لما حط اللحمة في التلاجة، ازاي ده هنسيبه بعد كده يخرج للمجتمع ويتعايش ويتعامل معاه؟ القاتل الهادي ده عنده ذكاء تنظيمي وسيطرة على تعابيره وانفعالاته، وده بيخليه يبدو طبيعي جدا او حتى محبوب وودود مع الناس. النوع ده من اخطر انواع القتلة ان لم يكن اخطرهم على الاطلاق، لان الهدوء والاتزان اللي هو فيه بيخلي من الصعب اكتشافه او تصور ان الشخصية دي ممكن تعمل حاجة زي كده، لانه زي ما قلنا بيتعامل مع الجريمة كتجربة عقلية او تحدي عقلي ممتع عايز ينجزه على اكمل وجه، وبالتالي الدافع في حاجة زي كده في الغالب بيكون مفتقد. مفيش دافع للشرطة تمشي وراه، مفيش دافع انتقامي، الضحية في الغالب ما بيكونش عمل فيه حاجة علشان يموته، وده شيء خطير جدا. حبيت انبه على الكلمتين دول واقول ان الموضوع لا يجب ابدا انه يعدي تعدية الكرام كده ويكون ترند وحصل وخلاص، لازم نستخلص منه العبرة ونستكشف منه شيء مفيد علشان نقدر نواجه مصاعب الحياة والشخصيات الغريبة اللي بدأت تظهر في المجتمع بسبب الجو المحيطي المجتمعي اللي ممكن يكون فعلا الشياطين الملجمة خرجت وهي اللي بتخلي الناس تعمل كده. مصايب كتيرة وغريبة عمرنا ما سمعنا عنها قبل كده. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أولادنا جميعا، اللهم آمين. أشوفكم على خير، سلام عليكم.